ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا حنان ودي قناه يوميات حنان في المطبخ. طبعا حفظتوني ومش محتاجه ان انا ارغي كتير. النهارده هنعمل وصفه بالفراخ الامهات الكبيره، يعني الفراخ اللي حجمها كبير. هقول لكم معانا ايه، بس انا بصراحه مش هستخدم الفرخه دي كلها معايا. انا هاخد بس الوركين هقطعهم بالسكينه على اجزاء صغيره، وهاخد معاهم الرقبه واسيب بقى باقي الفرخه لوصفه تاني. قطعتهم وغسلتهم كويس جدا، وشايفين بقى الفرخه ما شاء الله فيها بانيه كتير، يعني اقدر اعمل بيها نجريسكو، اقدر اعمل بانيه، اعمل كفته فراخ. يعني هنعمل كذا وصفه ان شاء الله بيها. معايا هنا خدت الوركين قطعتهم اجزاء، كل ورك كده على جزئين، ومعاهم الكبده والقنصه وكمان الرقبه والجناحين. تمام. هسلقهم في ميه حاطه فيها بوكيه جرنيه عباره عن بصلايه طماطمايه، ولو عندك جزر تقدر تضيفي، وعندي ليمون ورق لوري، وكمان حبه جوز الطيب صغننين وفلفل اسمر. تمام. عايزه تحطي التوابل في الميه بتاعت السليق حصى يبقى زي الفل. تمام لحد كده. تمام يا ست الكل. هنا بقى جبت وok كبير على النار وحطيت فيه ماده دهنيه، ونزلت بالبصل اللي انا مجهزاه، بصل جوانح مع قرنين فلفل شطه. بالمناسبه الفلفل ده بتاعنا من الزرعه بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. واديتهم بقى تشويحه على النار لحد ما يتكرملوا. اسكت؟ لا طبعا. انا هعمل بصراحه زي صينيه بطاطس كده بالفراخ زي اليخني. فهجيب بقى حبه بطاطس كنت غسلاهم ومقطعاهم، وريتها لكم في اول الفيديو. هغسلهم كويس جدا واحوشهم من الميه، واروح مقلباهم في البصل. تمام. هنا الفرخه بتاعتي كانت خلاص استوت، يعني ايه، فاضل لها تكه. فانا بقى قلت اكملها في الفرن. عايزه اقول لكم الفراخ الامهات بيبقى طعمها حلو جدا، على قد ما هي بتاخد سوا كتير بس بيبقى طعمها حلو قوي. خصوصا لما تجربيها بحاجه زي كده وتفتكري بقى إيه ما تفضليش تعمليها تسلقيها وتحمريها وخلاص، لا، ابتكري انت وبتعملي الحاجه. خلاص كده طلعناهم وزي الفل. والشوربه عايزه اقول لكم الشوربه بتاعتها بتبقى حلوه جدا. هنا كانت البصل شايفين اتكرمل، وكمان البطاطس اخد معايا جزء من السوا، 50% تقريبا. هظبط بقى الملح بتاعي والتوابل، مش هحط غير فلفل اسمر بس وحبه كزبره. خلاص تمام لحد كده. تمام. جينا بقى بالطماطم اللي انا مقطعاها برضو مكعبات صغيره، كله كده يعني ايه على ايدك، مش محتاجه بقى لا خلاط ولا كبه ولا اي حاجه. مع فصين توم بقى وتشوحيهم على البوتاجاز، وظبطي التوابل بتاعتك. وتمام لحد كده. معايا بقى طاجن هتدخليه الفرن، صينيه بقى اي حاجه. هقلب فيه الفراخ هم على الفرن كده، واروح حطاهم في الطاجن او الصينيه او البايركس، وتدخليهم على درجه حراره عاليه. كل حاجه معاكي هتستوي. وهنا معايا كانت حبه عصير طماطم ضفتهم عليهم. طبعا لو ما عندكيش عصير طماطم هتاخدي شويه من الشوربه علشان تخففي بيهم، وتروح حطاهم في البايركس او الصينيه او الطاجن، وتدخليهم الفرن. عايزه اقولك نص ساعه بالكتير وهتلاقيها ما شاء الله شكلها لوحده يجوع. تعالوا اوريها لكم. شايفين دي الاول هريسه الشطه، بعملها اعمل بيها مخلل على طول، فحطها في برطمان في التلاجة على طول في الفريزر. فبطلع منها معلقه وبحطها هنا. دخلتها الفرن، وبعد ما خرجت كانت بسم الله ما شاء الله. يا ماما الصيني ده بتاع حضرتك، وانا خربالك البيت بصراحه كل ما انت بتغيبي منه. عملت معاها حبه رز مفلفل حلو جدا وكمان طبق ملوخيه بالشوربه الجميله، وصحتين وهنا.